كثير من الأمور الآن أصبحت يعني الإنسان الذكي أصبحت واضحة عند أغلب الناس، لأنه أنت من تجي يعني حتى بصراحة تحس في نفسي إنه لاعب كرة قدم يطلع يحكي على زميله، لاعب كرة قدم سابق ينتقد جيل حالي، ينتقد جيل قبله، ينتقد الجيل اللي قادم، انتقادات بصورة أصبح المحللين في كل زمان ومكان، الصبح محللين، الظهر محللين، بالليل ورا 12 بالليل أكو محللين تقعد الصبح تشوفهم. فكثير من البرامج الرياضية، كثير من الناس اللي أنت تأيدني بهذا الشيء، أنت تطلع وياهم وتشوفهم حتى سؤال ما يعرف يسألك، يحاول بأي طريقة إنه بس مجرد إنه يحاول يوصل لك فكرة إنه أنت انتقد هذا الشخص أو أنت احكي على هذا الشخص. فكثير من الأمور هي بصراحة أنا أشوفها إنه لازم يكون أكو رادع لهذا الموضوع، لأنه بالمستقبل راح تكون أسوأ. يعني قبل سنتين 3 إذا تأيدني ما كان أكو هذا الشيء، صح لو لا؟ ما كنا هيك إحنا. يمكن كان أنت كم واحد حتى اللي يشتغلون بالرياضة الآن أصبح ما شاء الله آلاف الناس صارت تشتغل بالرياضة وأصبحوا محللين. مو كل لاعب كرة قدم ممكن يصير محلل، صح لو لا؟ ولا كل إعلامي يعرف شلون يصير إعلامي ناجح، خاصة بالعراق. فلهذا السبب شوية يعني مو والله أنا بالنسبة لي ما أهتم، بس أكو حرقة هيجي من أشوف أكو ناس يوميا تطلع جدد، أكو ناس تحكي، أكو ناس تقلل من قيمة فلان، تقلل من قيمة فلان، مشاكل فلان يطلع يحكي على فلان، هذا يطلع يحكي على هذا. فهذا الوضع شوية ما حلو بحق لا لاعب كرة قدم ولا بحق الصحافة بالعراق.